علشان ويمكن انا في منصور المصري احنا فكرنا، يعني انا في كذا جهه دوليه بتعرض عليا ان هي تنتج العمل. المفروض العمل احنا دلوقتي فاز كسيناريو او ناقش كسيناريو، احنا عايزينه بقى ينتج، لانه المفروض يتم في شهر 5 يتم تسجيله ويدخل منافسه دوليه في شهر 10 في المهرجان يعني الاتحاد الاوروبي 2014 يتم تسجيله ان هو بيتنفذ. وفي شهر 10 في مهرجان دولي تبع الاتحاد الاوروبي، المفروض ان هو يدخل كمان، ان هو تم مناقشته هناك، فهو يعتبر اصبح عمل. انا والله يعني نفسي ان التلفزيون المصري، لان هو صاحب الموضوع والموضوع بتاعنا عن الثوره المصريه، فانا عاوزه انتاجه، لان ده هيبقى بيمثل وبسعى ان هو يبقى الجهه الانتاجيه هي من التلفزيون، لان انا مش عايزه جهه دوليه، لانه ده موضوع يخصنا احنا ما يخصش اي حد. وده هيبقى اول موضوع بيتناقش الثوره المصريه في الخارج، ووصل فعلا للخارج، فهو بقى عايزينه كمنتج بقى، مش مجرد ان هو ورق او سيناريو او كده. فانا ان شاء الله في انتظار انتاج العمل، وفي انتظار ان هو ينافس دولي، وان شاء الله في انتظار فوزه ان شاء الله. ان شاء الله ونتمنى لك كل التوفيق يا استاذه هدى. الصوره الراسخه في الخارج هي لنموذج مش موجود في مصر. ليه الشخصيه المصريه، المراه المصريه، حتى المراه البسيطه المكافحه مش موجوده بره بالصوره الحقيقيه؟ علشان احنا في مجال الدراما يعني ما وصلناش للخارج، بس يمكن لاول مره يمكن في منصور المصري الحمد لله. يعني انا في شخصيه نوره اللي في العمل، هي بتمثل النموذج ده، اللي هي المكافحه او اللي هي البنت التعبانه. ويمكن انا في منصور المصري احنا فكرنا، يعني انا في كذا جهه دوليه بتعرض عليا ان هي تنتج العمل. المفروض العمل احنا دلوقتي فاز كسيناريو او ناقش كسيناريو، احنا عايزينه بقى ينتج، لانه المفروض يتم في شهر 5 يتم تسجيله ويدخل منافسه دوليه في شهر 10 في المهرجان يعني الاتحاد الاوروبي 2014 يتم تسجيله ان هو بيتنفذ. وفي شهر 10 في مهرجان دولي تبع الاتحاد الاوروبي، المفروض ان هو يدخل كمان، ان هو تم مناقشته هناك، فهو يعتبر اصبح عمل. انا والله يعني نفسي ان التلفزيون المصري، لان هو صاحب الموضوع والموضوع بتاعنا عن الثوره المصريه، فانا عاوزه انتاجه، لان ده هيبقى بيمثل وبسعى ان هو يبقى الجهه الانتاجيه هي من التلفزيون، لان انا مش عايزه جهه دوليه، لانه ده موضوع يخصنا احنا ما يخصش اي حد. وده هيبقى اول موضوع بيتناقش الثوره المصريه في الخارج، ووصل فعلا للخارج، فهو بقى عايزينه كمنتج بقى، مش مجرد ان هو ورق او سيناريو او كده. فانا ان شاء الله في انتظار انتاج العمل، وفي انتظار ان هو ينافس دولي، وان شاء الله في انتظار فوزه ان شاء الله. ان شاء الله ونتمنى لك كل التوفيق يا استاذه هدى.